بدايه عوده الاهلي لطريق الانتصارات مره تانية. ومش انتصارات يا جماعه اللي هو 1-0. امبارح كنت ممكن اكسب بيبي على فكره 1-0، كنت ممكن اجيب جول ديفليكشن في اخر الماتش والكره تدخل ونطلع نحتفل ونروح للبلس 90 والكلام ده كله، والكلام ده كله على عيني وعلى راسي. لكن انت لما تيجي تحلل في البدايه للنادي الاهلي، انت عايز تفهم هنعمل ايه. اهم حاجه انت لازم تركز فيها، وبدايه النجاح كله من اوضه اللبس. اوضه اللبس في ايه؟ النادي الاهلي طول عمره بيميزه ان هو بيبقى عنده مدير كوره وجهاز فني، بلاش نتكلم مدير كوره، جهاز فني صارم. تعال نراجع نجاحات النادي الاهلي. نجاحات النادي الاهلي اللي الاهلي عملها قبل كده 2006 مثلا و2005 و2008 كان معاك مانويل جوزيه. تخيل ان حسام البدري اللي احنا حاليا بنقول ده لو رجع هيدي اللعيبه بالجزمه، ده كان رقم 2 في الجهاز. يعني الشخصيه دي كانت رقم 2، وكان رقم 1 مانويل جوزيه. مع ان خلي بالكوا الجيل ده ما كانش محتاج حد يشد عليه، الجيل ده هو راجل بالفطره. فانت النهارده بتتكلم بدايه عوده النادي الاهلي مره تانية. الجهاز لازم، الجهاز مع احترامي الكابتن وليد صلاح الدين وعادل مصطفى وعماد النحاس والناس دي كلها، لا، انا محتاج واحد تسمع اسمه تبقى خايف تكلمه. محتاج واحد زي سيد عبد الحفيظ تاني، مع ان انا اشك ان هو يرجع تاني، بس انا بقول لك انت محتاج الشخصيه دي. من بعد سيد عبد الحفيظ انت ما عملتش نجاحات. هتقول لي افريقيا، اقول لك خدت افريقيا بس انت ما تستحقش افريقيا. قدام الترجي خدت الدوري السنه اللي فاتت، ما كانش ده الاهلي، خلاص العقد فرض زي ما بيقولوا. لكن انت حاليا محتاج واحد يشد على اللعيبه دي تاني، ترجع اوضه اللبس تاني، لان انت حاليا بقى عندك نجوم ياما. فلازم يبقى عندك حد جوه يقدر يحسسهم ان انتوا لو انتوا نجوم في النجم النادي الاهلي. لكن حاليا هم مش هيحسوا الكلام ده، مع ان كابتن وليد صلاح دي لو هتتكلم كتاريخ، هو تاريخه يوازي او احسن من صلاح، من سيد عبد الحفيظ. لكن انت بتتكلم، انت حاليا مش محتاج فكره تاريخ، انت حاليا محتاج شخصيه تقدر تليد الناس دي وتحسسهم ان انا والله النادي الاهلي ده اقوى منكم انتوا، النادي الاهلي ده هو اللي عملكم. امبارح يا جماعه تريزيجيه، انا ايه اللي بيخليني زعلان من تريزيجيه مع انه هو اللي جايب الجول وهو كان اكتر لاعب ظاهر هو محمد هاني. ظاهر، سيبك ان ظهوره كان سلبي، لكن انت بتتكلم كفكره اللي هو ايه، في كلام ياما في الملعب. احنا عمرنا يا جماعه ما كنا بنجيب جول نعمل للجمهور كده. ابو تريكه في مره عملها كان لجمهور الزمالك، عاملهم كده عشان شتم. يعني انت بتعملها لجمهورك، اقول لك اصل ده واحد في المقصوره، ولو واحد في المقصوره احنا من امتى واحنا بنلعب بنلغي دي؟ احنا بنرد في الملعب مش بنرد بلساننا. احنا من امتى بقينا كده يا جماعه؟ قارن حالك حاليا بنادي الزمالك، مع احترامي الشديد لنادي الزمالك، احنا خدنا